حزب الله 2006. انا افتكرت انا مسميه حزب الله زي ما قلت. يعني شفت فيديو اللي كتبني في تظاهره بيطالب بيها الحكومه المصريه في عهد النظام السابق بانها تفتح باب الجهاد. اذا عجزت الحكومات فالشعوب مستعده. افتحوا لنا باب الجهاد، افتحوا لنا باب الجهاد لنقف صفا واحدا مع اخواننا في فلسطين وفي لبنان. لجماعه الاخوان المسلمين وهم يروحوا يسافروا يحاربوا. حضرتك دلوقتي احنا شايفين ان لا يمكن ده يحصل، مع ان دلوقتي اللي بيحكم مصر واحد من جماعه الاخوان المسلمين، ده المفروض. طيب ويساعد الكتاتني واحد من المسؤولين في حزب الحريه والعداله، رئيس الحزب. ما ينفعش نشوفه بيطالب دلوقتي نفس المطلب ده ان مش هيحصل ليه؟ مش هيحصل. هي عمليه التوازن الدوليه دي بتخدم دلوقتي المصالح الامريكيه واضحه جدا وبتراعيها. انت الكل بتاعي عايز تبقى هو راضي عنك، عارف انه علاقتك بيه وتقول سواء اقتصادي سواء عسكري او كدوله يعني. وهو مش هيحصل. وبعدين بص بقى، احنا بنسمع قصص الجهاد. أيوة. واحد مره في المؤتمر السنه اللي فاتت قال لي احنا لو جبنا مليون واحد زحفنا على اسرائيل، بس مجرد اسمح لي بقى في كلمه بسطنا يعني تفينا على اسرائيل هنغرقها. الراجل ده واحد ده عايش في المجتمع مش في الدنيا دي خالص صراحه يعني. ده هزل الموضوع. وبعدين كدوله احنا للاسف بص، لما سمحت بموضوع افغانستان شربت منه في التسعينات. انت بتدخل ناس تتدرب عسكريا او تعمل ناس عسكريه ترجع لك بلدك بشطحات بقى اللي تستخدم ويستخدمها غيرك في اضطراب داخلي. فانت المفروض الدوله ما تلعبش اللعبه دي لانك انت بتبقى مردوده بيها عليك. تمام. هو لك اسمح بالجهاد يبقى هو برضه هيروح يسلح نفسه ويرجع لك بيه. تمام. يعني لكن ورينا طب ما تخش. طب المعابر موجوده، عدي من الانفاق اللي انت بتعدي منها في كل حاجه، خش من حماس. لكن هو حجم حماس وبقى احنا يا اوباما ما تقلقش احنا مظبطين امورنا.